من العاصمة المنامة الباحث السياسي البحريني السيد خالد بورشيد. سيد خالد بورشيد، اليوم في ضوء المعطيات الموجودة على أرض الواقع في مملكة البحرين، في ضوء مقتل هذا الشرطي الباكستاني، برأيك وزير الداخلية عندما يصرح ويقول بأن المملكة متميزة بطريقة تعاملها مع قضايا خطيرة، ما رأيك بطريقة التعامل اليوم على خلفية ما يجري في قرية توبلي وفي جزيرة سترا؟ سيد خالد تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا، أهلا وسهلا. أولا بالنسبة للجو الحقوقي في البحرين، طبعا الجو الحقوقي في البحرين والإنساني طبعا معتدل جدا، وهذا بشهادة المنظمات الحقوقية والدولية. خالد بورشيد، كنت تتحدث عن أن العدالة أو حقوق الإنسان هي في وضع معتدل في مملكة البحرين، ولكن أوضح لنا سيد خالد كيف يبدو تعامل مملكة البحرين بشكل مميز في القضايا الخطيرة على خلفية ما يجري اليوم في توبلي وجزيرة سترا. تفضل. طبعا ما حصل اليوم في جزيرة سترا أو في منطقة توبلي ليست إلا إجراءات أمنية للقبض على عدد من المخربين من ارتكبوا قضايا التفجير واستهداف رجال الأمن. ولعلنا سمعنا في اليوم قبل الماضي عن استشهاد رجل أمن جراء عملية تفجير عبوة محلية الصنع في منطقة سترا. وما يحصل الآن في منطقة سترا ليست إلا إجراءات أمنية للقبض على مرتكبي هذه الحادثة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة إلى الوضع الأمني والحقوقي، طبعا المعارضة أو ما تسمي نفسها بمعارضة يعني تشتكي من الوضع المزري كما تدعي للوضع الإنساني في البحرين. وطبعا هذا مخالف للواقع. البحرين قدمت جميع الحلول السياسية لاحتواء الموقف الأمني وأجرت حوارا للتوافق الوطني، ولكن المشاركين من المعارضة في الحوار لا يريدون أن يصلوا إلى صيغة توافق. طيب سيد خالد بورشيد، قبل أن ننتقل إلى الشق السياسي، بالنسبة للوضع الأمني، بالنسبة لحصار جزيرة سترا، هل من أدلة تستند إليها السلطات تحديدا وزارة الداخلية قوات الأمن المتواجدة هناك في حصارها لجزيرة سترا؟ أولا بالنسبة إلى لفظة مصطلح حصار، لا يوجد هناك حصار لا في منطقة سترا ولا في منطقة أخرى، وإنما هي إجراءات أمنية للقبض على مرتكبي حادثة التفجير التي مع الأسف الشديد لم تدنها الوفاق ولم تدنها الجمعيات الأخرى التي تتبع الوفاق، وإنما دائما يحاولون أن الوفاق. اليوم سيد جميل كاظم أشار يعني الآن سيعلن عن بيان توضح في كل الملابسات التي تتفضلون بها سيد خالد. نعم، في النهاية السيد جميل كاظم سيقول بأن هذه مسرحية أو فبركة من السلطة كما اعتدنا منه. ولعل المتواجدين في الحوار طلبوا من السيد جميل كاظم أن يدن عمليات العنف التي تحصل في البحرين، ولكنه لم يدن، خاصة التفجير الذي حصل في المرفأ المالي. الأستاذ سيد جميل كاظم لم يدن هذا التفجير الذي حصل في منطقة حساسة وشريان اقتصادي مهم جدا في مملكة البحرين، وغيرها من عمليات الانتهاكات التي تحصل يوميا في حق الشعب، سواء حرق الإطارات، سواء تعطيل المصلحة العامة، الدعوة إلى إضراب مدني. هذا يعني برأيك سيد خالد بورشيد لا يوجد هناك إدانة واضحة لما تسميه بين قوسين العنف من قبل جمعيات المعارضة. ولو بعد الفاصل الإخباري القصير مشاهدينا نتابع تغطيتنا ونأخذ رد من السيد جميل كاظم. فابقوا معنا. شكرا جزيلا مشاهدينا، إذا متواصلين في تغطيتنا من قناة العالم لهذا اليوم لأحداث الملف البحريني. وأرحب من جديد بضيوف تغطيتنا السيد جعفر العلوي من بيروت، من المنامة سيد جميل كاظم، سيد محمد المطوع، سيد خالد بورشيد. مع الترحيب بكم من جديد. في المحور الثاني أبدأ من المنامة مع سيد جميل كاظم. قبل أن أخذ منك تعليق على ما أشار السيد خالد بورشيد، يعني لابد أن أشكر السيد عمار بوسمرة، تغاريد الفرح، ريما مكتار، جاسم مدان، نوح حاج، محمد الموسوي، منى محمد، يوسف لشهب، وأيضا هناك من يقول للسيد خالد بورشيد الشعب فهم لعبة النظام يا سيد خالد
خالد باستفزازنا للخروج عن السلمية، لن نكل، لن نمل، لن نتوقف، لن نهدأ، لن تراهنوا على شعبنا، نحن شعب لا يتعب. سيد جميل كاظم، في ضوء ما أشار إليه السيد خالد بورشيد وأنت أشرت منذ قليل أن هناك سيكون بيان يوضح إدانتكم الواضحة لما يسمونه العنف من قبل الجمعيات، ما تعليقكم؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا سيد جميل، أسمعك، تفضل. طبعا الأخ خالد بورشيد يعني من خلال يعني كلامه ومن خلال لهجته وطبيعة خطابه يعني يوضح أنه يعني خطاب رسمي يتحدث باسم السلطة وبشكل واضح وصريح من خلال مفاصل خطابه والنقاط التي ذكرها بخصوص الوضع السياسي أو الوضع الأمني، وهو يتبنى بكل قوة الرواية الرسمية فيما سواء ما يتعلق بالوضع السياسي أو بالوضع الأمني بامتياز. حينما يتحدث بأن البحرين طبقت كل ما عليها من التزامات دولية ويتعلق بحقوق الإنسان، أعتقد أن الأخ عايش في المريخ أو عايش في أمريكا أو في أدغال أفريقيا، لم يعش في بلد مساحته 600 أو 700 كيلو على الأكثر، ونرى باعتباره قرية صغيرة ونرى العقاب الجماعي ومحاصرة القرى واعتقال الناشطين والمحاكمات الصورية الجائرة التي تحدث في كل يوم بعشرات السنين من الأحكام. كل هذه الممارسات القمعية في المحاكمات والاعتقالات والتعذيب والعقاب الجماعي للقرى وأكثر من 2000 معتقل في السجون، وكذلك لا زال أكثر من 700 ل 800 مفصول عن أعمالهم. وجود سياسة التحريض الرسمي طائفيا وفئويا من خلال الأجهزة الرسمية الإعلامية أو شبه الرسمية، والتحريض على مكون وطائفة محددة بالزندقة والعمالة والعنف وغيرها من المواصفات، وكل ذلك يتحدث عن حقوق إنسان. لم يتحدث عن الذين سحبوا جنسياتهم، أكثر من 31 مواطن شريف أصيل تم سحب جنسياتهم، في المقابل يجنس الآلاف من المرتزقة ويجنس الآلاف من الذين هم بعيدين عن الوطن وليسوا مواطنين بغير استحقاق. كل هذا يتحدث عن حقوق إنسان، وكان البحرين واحد حقوق الإنسان. هذا هو وين عايش في الحقيقة. طيب لازم يكون يعني يحكم ضمير ذلك. أما قضية العنف وأنني لم أدون العنف كما ادعى في الحوار، طيب نحن تحدثنا بكل وضوح، وهذا بيان الوفاق أمامي الذي صدر اليوم. طيب بكل وضوح يتحدث نحن في جمعية الوفاق وقالت الوفاق أنها واضحة في إدانتها للعنف من أي جهة صدرت، وحرمة دم الإنسان أيا يكن مواطنا أو مقيما مدنيا أو عسكريا، إلا أنها تتابع نبأ وفاة رجل الأمن بحسب روايات وزارة الداخلية، ولا زالت تحاول الوقوف على حقيقة الأمر. طيب في ظل انعدام المصداقية يعني الأمنية والرسمية في بيانكم كجمعية وفاق تدينون بشكل واضح وصريح. لا نستطيع كجمعية مسؤولة أن نتبنى رواية وزارة الداخلية. طيب أنتم كجمعية معارضة رئيسة في مملكة البحرين لن تتبنوا أبدا رواية وزارة الداخلية، إدانة واضحة وصريحة للعنف ولو بين قوسين. طيب سيد محمد المطوع، يعني مقابل دعم القوى السياسية المعارضة في مملكة البحرين للتحرك الشبابي القادم تحت عنوان تمرد، كيف تقرأ اليوم كلام رئيس تجمع الوحدة الوطنية بأن الحراك المسمى تمرد متيقن أنه سيفشل وهو جزء من المخطط المحاك ضد مملكة البحرين؟ سيدتي، اولا ردا على الاخ خالد، طبعا احنا لسنا مجبرين بان ننبرئ لادانه اي فعل صادر من الجهه الرسميه او من الجهه الشعبيه بالادانه. طيب. ويكفي اننا اصدرنا وثيقه لا عنف من الجمعيه. نعم. ومتمسكون بها. نعم. ثانيا يعني انا اعتقد بان الامور واضحه. المنظمات الدولية وتقرير بسيوني أفضى إلى إطلاق سراح المعتقلين والمتهمين والمحاكمين، وهذه شهادة صادرة من دكتور جلبه ملك البحرين بإصدار هذا التقرير، مش احنا اللي جبناه يا سيدي.
وبالتالي عليه أن هو يبادر بحسن النية بالانفراد بإطلاق سراح الناس. نعم. لتهدأ الأوضاع ولئلا ترتكب أعمال عنف جديدة. نعم. طيب أما التمرد القادم أو نعم. أو الدعوة إلى التمرد في نعم. شهر أغسطس القادم، فهي دعوة لا نعرف حقيقة من أطلقها، ولكن التمرد مستمر، أو خلينا نقول احنا الحراك مستمر لن يتوقف. هذا نسبيا إلا أنه مستمر. طيب. ومتواصل، ونحن في الجمعيات متواصلين مع هذا الحراك إلى أن تتحقق مطالبنا من خلال حوار عادل وجدي ومتكافئ لا فيه اختلال للعدالة. يجب أن يكون الحوار إلى المعارضة طيب. والسلطة مباشر. طيب. مع الحكومة مباشر. طيب. وأن تكون هناك معيارا للعدالة، لا أن يكون مع جمعيات الموالاة وهم ليسوا خصم، هم ناس كرماء، ناس من الشعب لهم مطالب مثل ما لنا مطالب. طيب. أيضا يطالبون بها الحكومة. وبالتالي لا يجب أن لا يكون يعني الطرف المواجه لنا هم جمعيات الموالاة، بل النظام نفسه. طيب سيد خالد بورشيد في العاصمة البحرينية المنامة، من الذين يتواصلون معنا يقولون سيد خالد بورشيد كلامك لا يدخل مخ أصغر الطفل. شبعنا وعود أصلا للشعب وللمنظمات الحقوقية الدولية تثق بالنظام البحريني بعد تبرئة الجلادين وكل الأجهزة التابعة للداخلية. ما رأيك يا سيد خالد في ضوء ما أشار إليه الضيوف الثلاث؟ اولا دعيني ارد على الاستاذ محمد المطوع بالنسبه الى تقرير بسيوني. نعم. طبعا هم يستشهدون ببعض التقرير ويتركون الباقي. بسيوني يقول في تقريره بانه لا يوجد في البحرين ما يستدعي لقيام ثوره، وهم مصرين الى الان ان يسموا حركات الاحتجاج في البحرين بالثوره. هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه الى موضوع التعذيب، السيد بسيوني قال في تقريره بأن التعذيب الذي حصل في البحرين تعذيب غير ممنهج، ولكنهم يكثرون هذه المعلومة ويذكرون فقط النصف الذي يتوافق مع أهوائهم. هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة للأستاذ سيد جميل كاظم الذي يقول بأنه يدين العنف والوفاق. بيان قرأوا يا سيد خالد، يعني قرأوا. لو سمحت خلينا أكمل. تفضل. ولا تقاطعيني مثل ما قاطعت بقية الضيوف. الأستاذ يقول بأن الوفاق تدين العنف وأنها أصدرت وثيقة اللا عنف، وهذه الوثيقة لا تساوي قيمة الحبر الذي كتب على الواقع. هم يدينون العنف من جانب وفي نفس الوقت هم من يروج للعنف من جانب آخر. أضرب لك على سبيل المثال لو سمحتي أضرب لك على سبيل المثال الشيخ عيسى قاسم عندما قال على منبره اسحقوهم، وهذه الجملة لها دلالة للعنف، هؤلاء لم يدينوا هذه الكلمة. رقم اثنين، عندما حصلت الحادثة في قرية دار كليب وعندما اصطدم صاحب الجنس بالشخص الذي أراد أن ينشأ الإطارات في الشارع، السيد جميل كاظم الموسوي قام بزيارته إلى المستشفى، تمام، وقام بالدفاع عنه وطلب ضمانات من الحكومة أن لا تقوم باعتقاله، والحكومة قامت بالسماح له بالذهاب إلى بيته من دون أي اعتقال. ممتاز. بالنسبة إلى موضوع الحصار هم يحاولون أن ينقلوا صورة حصار غزة إلى البحرين، وهذا الموضوع طبعا مغاير للواقع ولا يمت للواقع بأي صلة. ما يحصل في البحرين ليس بحصار، انما هي كما ذكرت اجراءات. طيب سيد خالد بورشيد، من يتواصل معنا الان؟ اسمعني من يتواصل معنا الان سيد خالد يريد منك قبل نقطة. من يتواصل معنا الان يقول انا مواطن بحريني اصيل ودي اصدقك، إذا كنت حقا صادق لماذا وزير الداخلية لا يسمح للمقرر العام في التعذيب لدخول البلد وأجل الزيارة أكثر من مرة؟ هذا من المنامة. ممتاز. أرد على هذه النقطة. أولا بالنسبة إلى زيارة الوفد الأممي المقرر للتعذيب، البحرين رفضت طبعا استقبال هذا المقرر، لأن هذه الجهة معروفة بالانحيال بها إلى جهة دون جهة أخرى، كما هي بقية المنظمات التي دخلت إلى مملكة البحرين كمنظمة حقوق الإنسان. طبعا لم تقم بزيارة الرجال الأمن المصابين،
لم تقم بزيارة الأهالي المتضررين نعم. من عمليات العنف يوميا التي تحصل في الشارع، وإنما ذهبت فقط إلى المعارضة ومن يندرج تحت مسمى المعارضة. هذه المنظمات من وجهة نظري منظمات غير حيادية، ولو كانت هذه المنظمات حيادية لأدانت ارتكاب العنف الذي يحصل في الشارع يوميا والانتهاكات التي لنسمع رد من السيد جميل كاظم منه بشكل يومي. ما رأيك يا سيد جميل كاظم في اللي تفضل فيه سيد خالد بورشيد؟ طبعا انا يعني الكلام يعني انا لن ادخل في هذه التوصيفات الغير دقيقه والتي في الحقيقه يعني يراد منها الاستغراق في التفاصيل التي لا واقعيه لها. كما اسلفنا قبل قليل، كما ذكر الاخ سيد جعفر وذكر الاخ محمد المطوع وذكر تقرير بسيوني وكذلك مجلس حقوق الانسان وعشرات المنظمات الدوليه التي ادانت البحرين كانت ولا زالت تدين ان الذي يحصل في البحرين من ممارسات يرقى الى سلوك نمطي ممنهج كما عبر عنه بسيوني في التقرير. نعم. الاخ غير مطلع على تقرير بسيوني، ولو اطلع يقراه بعين السلطه ولا يقرا بعين الانسان المحايد، الانسان الموضوعي الذي يحكم عقله ويحكم ضميره ويحكم انسانيته. اكثر من 130 شهيد قتل على يد السلطه في السجون وفي الطرقات وفي بيوتاتهم. فلنسمع كلمه من هذا الاخ الذي يتحدث قبل قليل. هناك آلاف عذبوا، آلاف فصلوا، عشرات المساجد هدمت، مئات النساء تم انتهاك أعراضهم وغيرها من الممارسات الشنيعة والفظيعة التي وثقتها كل المنظمات الدولية، وهو يتحدث عن منظمات حتى صديقة إلى النظام وحليفة مع النظام كالأمريكان وكالإنجليز وغيرها والاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر البحرين حليف استراتيجي وهي أدانته في ملف حقوق الإنسان. ويأتي ويزايد ويحاول أن يغير الواقع ويزور الواقع وكأننا نعيش في أدغال أفريقيا، لا نعيش في بلد نرى بأم عيننا. ممكن واضح سيد جميل المعارضة البحرينية شعار السلمية وتكرار رموز المرجعيات الدينية، رموز المعارضة لرفض مبدأ العنف. كيف يمكن للمعارضة أن تدرأ عن نفسها هذا النوع من الاتهامات التي نقرأها ونتابعها دائما؟ سيدتي يعني أوضحنا وقلنا للسيد خالد أنه لإنهاء حالة العنف ولإنهاء حراك الشارع نعم. يجب أن تكون الدولة يعني صاحبة نية صادقة في الدخول في حوار وهي تصحيح الوضع الخاطئ للحوار برمته، والدعوة إلى حوار جدي، حوار يفضي إلى حل، حوار يفضي إلى يعني استيفاف الفساد، إنهاء حالات التعذيب، إنهاء حالة السجون، تبييض السجون، تبييض كل المساجد. أما الحوار الحالي، الحوار المراد فيه المماطلة والمساوفة، فلن يجدي السلطة نفعا. 3 منظمات في لندن أصدرت خارطة طريق واضحة يتوجب على السلطة دراستها حقيقة والتمعن فيها وإعادة النظر في الحوار من خلال طرح برنامج السياسي للسلطة، مش لجمعيات الموالاة. جمعيات الموالاة ليست خصما، جمعية الموالاة لها مطالب. عبد اللطيف عندما ينادي بمطالبه ولا تتحقق، من حقه أن يطلع للشارع وينادي بحقوقه. طيب، قبل أن يدهمنا الوقت سيد خالد، هناك من يتواصل معنا ويقول: ما رأيك يا سيد خالد بالاعتداء على المقدسات والحريات الدينية كتابة عبارات نبي على جدران المساجد؟ تفضل سيد خالد. يبدو أننا فقدنا الاتصال به. ألو معي، تفضل. سمعت تساؤلنا اللي حولنا إليك؟ نعم. بالنسبة إلى موضوع الاعتداء على الحرية الدينية، طبعا هذا الكلام مناقض لما يحصل على أرض الواقع.
في حالة السلامة الوطنية طبعا الحكومة البحرينية قامت بإزالة عدد من المباني الغير مرخصة قانونا، ومن ثم أعادت بنائها وقدمت تعويضا ماليا إلى أصحاب هذه الدور. وهذه النقطة التي يغفل عنها دائما أو لا تذكرها المعارضة، بأن الحكومة البحرينية قد قامت بتعويض مجزي لأصحاب هذه الدور، زائدا إعادة بناء أغلب الدور العبادة أو المساجد التي هدمت. وثانيا البحرين طبعا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي للطائفة الشيعية الكريمة في البحرين إجازة 9 و10 من محرم. لا توجد أي دولة في العالم تعطي إجازة يومين في محرم 9 و10 إلا مملكة البحرين. ناهيك عن الدعم الغذائي والمادي التي يقدمها الديوان الملكي إلى أصحاب المآتم في موسم عاشوراء. سيد جميل كاظم، يعني لا يوجد أي تمييز. لو سمحت خليني أكمل النقطة. لم يعد معي وقت، انهمنا الوقت. هم طرحوا عدد من النقاط وأنا لم أرد، يعني هذا مش إنصاف لو سمحتي. طيب الإنصاف عند رب العالمين يا سيد خالد، تفضل. لو سمحت. وثانيا بالنسبه الى موضوع التعذيب وموضوع الاشاده الدوليه التي انا ذكرتها في بدايه المقابله، طبعا هذا الموضوع صحيح. البحرين بادرت بجلب لجنه مستقله دوليه لتقصي الحقائق في مبادره فريده والاولى من نوعها في العالم. كل جديد، كل خبر، كل تطور نرصده في الغد في حيثيات الملف البحريني. كونوا على الموعد. تحياتي حتى نلتقي.